السلام عليكم حبابي. قبل ما نبدا بغيت نشكركم واحد من قلبي على ردود افعالكم الزوينه اللي عطيتونا في الفيديو الاول. كل تعليق وكل لايك وكل كلمه دعم، بصراحه ما كناش متوقعين هاد التفاعل الزوين، وكل كلمه كتبتوها فرحتنا بزاف. واليوم جبنا لكم وصفه جديده واللي بزاف منكم طلبوها مني في الانستغرام، لازانيا بالطريقة ديالنا، سهلة لذيذة وبمكونات بسيطة. يلا تابعونا خطوة بخطوة وغادي تشوفوا كيفاش كتجي بنينة وكتذوب في الفم. هنبدأ نحضر عندنا صوص اللحمة. في طاسة على النار هننزل بشوية زيت، هنضيف بصل مفروم وتوم مفروم، هنقلب لحد ما التوم والبصل يتغير لونهم شوية أو نبدأ نشم ريحة التوم. هننزل بعد كده عندنا باللحمة المفرومة، ده تقريبا يعني ربع كيلو لحمة مفرومة. هنقلب برضو اللحمة لحد ما تبدأ إن هي اللون بتاعها يتغير معانا شوية، تاخد من البصل والثوم. بعد كده عندنا مجهزين عندنا طماطماية متقطعة، هنضيفها برضو على الخليط، نقلب برضو شوية لغاية ما يتجانسوا مع بعض. عندنا بعد كده عصير طماطم. عندنا طماطمتين مضروبين في الخلاط ومتصفيين، هننزل بيهم برضو على الخليط بتاعنا. يبدأ ان هو يغلي لمدة دقيقتين 3، يبدأ الصوص برضو يتجانس شوية، ننزل عليهم بصلصة طماطم بيور اللي هي معجون صلصة طماطم. نسيب الخليط برضو على النار شوية لمدة دقيقتين، ونضيف بعد كده التوابل بتاعتنا. عندنا ملح، فلفل، كركم وكزبرة، وعندنا بابريكا وماجي لحمة، وعندنا ورقة لورا. هنسيب الخليط على النار برضو عندنا شوية لحد ما يتجانس، ونبدأ نجهز حاجة تانية. ودابا غندوزو للبيشاميل. في كاسرول صغيرة غندوبو الزبدة واحد 3 المعالق كبار. كما كتعرفوا انه البيشاميل كتبغي اللازانيا سوري كتبغي البيشاميل تكون كثيره. غنضيفو عليهم 3 المعالق الدقيق ونحركو الزبده مع الدقيق مزيان حتى يتجانس هذاك الخليط. ومن بعد غنبداو نضيفو الحليب بشويه بشويه ونخلطو. انا ضفت هنا نص لتر ومن بعد زدت شويه، ومن بعد غادي نضيف 2 لافاش كيري اي جبنه عندكم متوفره في الدار، شويه الملحه مع شويه البزار، واكيد غادي نضيفو شويه انا ضفت شويه كريمه اختياريه كتعطي حتى هي طعم للبشاميل اللازانيا. وهنايا ضفت شويه الكوزه او جوز الطيب، وهو البشاميل ديالنا واجد وكريمي وناعم وزوين بزاف. هنبدأ بعد كده نجيب صينية عندنا، صينية فرن أو بايركس. هنعمل الطبقات بتاعتنا. أول طبقة عندنا هتبقى الصوص اللي احنا عملناه عندنا. بعد كده هنضيف عليه شريحة عندنا من شرايح اللازانيا أو شريحتين على حسب الطبق بتاعنا أو الصينية بتاعتنا عاملة ازاي يعني. نضيف بعد كده عليها طبقة من صوص اللحمة تاني بتاعتنا، نبدأ نوزع الخليط بتاعنا كويس. نضيف بعد كده طبقة من طبقات البشاميل بتاعنا. هو اللازانيا عبارة عن طبقات، يبقى الصوص لازانيا، بعد كده البشاميل،
وبعد كده عندنا الجبنة بتاعتنا، أي نوع جبنة عندنا، موتزاريلا، شيدر، كل واحد على حسب الجبنة اللي هو بيفضلها يعني. فكده جهزنا عندنا أول طبقتين. بعد كده بقى كل واحد بيعمل على حسب الصينية بتاعته برضو طبقة، طبقتين، 3. فاحنا عملنا عندنا تقريبا 4 طبقات. نشوف مع بعض برضو الطبقة الأخيرة بتاعتنا، حطينا برضو لازانيا صوص. بعد كده دي آخر طبقة معانا، بنزود فيها البشاميل بتاعنا شوية لأن دي هتبقى الطبقة الأخيرة، فبنزيد منها البشاميل. وبعد كده في الآخر بنحط برضو الجبن بتاعنا. طبعا في ناس بتفضل الجبن الشيدر، في ناس بتفضل موتزاريلا. دي برضو دي جبنة موتزاريلا بس هي نوع مختلف شوية، فبرضو طعمه جميل يعني. فإن شاء الله يعجبكم، كل واحد يعمل الحاجة اللي هو بيحبها. احنا عملنا برضو الحاجة اللي احنا بنحبها، فكل واحد لما يجي يعمل اللي هو بيحبه، مش لازم يعمل زي اللي احنا بنعمل يعني. ودابا غادي ندخلوها للفران اللي غيكون سخن من قبل على درجة 180، وغنخليوها طيب لمدة 30 دقيقة. صراحة وجبة واعرة، وانا كنموت عليها، من احسن الوجبات عندي، ودغيا كطيب ودغيا كتوجد. وهنا منين غادي تخرج، شحال كتبان زوينة. غنخليوها تبرد شوية ومن بعد نقطعوها، وشوفوا معايا كيفاش كتشهي، والطبقات باينين، والريحة ما نقولش ليكم، هي كتقول لي كليني. ده كان فيديو اللازانيا بتاعنا، يا رب تكون عجبتكم. وما تنساوش ديروا لينا لايك وتخليوا لينا التعاليق الزوينه ديالكم، وما تنساوش تكتبوا لينا الوصفات اللي بغيتو نديروا ليكم. وكمان كل يعني اكتر تعليقات هتجيلنا على اكلة معينة، دي اللي هنبدأ نعملها ان شاء الله في الفيديوهات اللي بعد كده. اشتركوا معنا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده من اختياركم. صحتكم.